وتسوي لهم التعويذه. تعرفهم صديقتها الجني اسمها مارتل، واللي كانت سابقا بالمدرسه، وهي حاليا عايشه بالحمام. عاش سيدها خوش مكان مختاره. المهم المدرسه تدخل انذار، ولوكهارت ياخذ الطلاب محاضره ويعلمهم شلون يدافعون عن نفسهم. ينزلون هاري وداركو باختبار وصير مرادم. داركو يشمر له عربيد، وهاري يحكي وياه يقول له ترى انت مو عربيد، صاحبك العربيد. وكلها تتفاجئ لما يشوفون الحياة تفتهم كلامه، وسناب يضربها بسحرة ويعلسها. شبابا شو دا اشوف الكذب صار 5 بربع. المهم رون وهرمايلين يروحون على هاري يقولوا له عزل عزاك شلون قدرت تحكي ويا الحية؟ مو اي واحد يقدر يحكي بلغتها، ترى شعار بيسلذرين حية، يعني ممكن انت تكون الوريث مو داركو. والمدرسة كلها تنتقد هاري لما حكى ويا الحية، لانه عندهم اللي يحكي ويا الحياة هذا فالسحار مو خاش ادمي. يلا عيني على اساس السحار هو شلون خاش ادمي. هاري يضوج ويطلع، وبالطريق يسمع نفس الاصوات مره الاخ. يتقرب للحائط يسمع واحد يقول له اجا وقت العلي سياسيه بنديه. هاري يريد يبكي من خوفه ويطلع، ويشوف بالطريق جثة طالب متجمدة. الحارس يقول له هاي ليش قتلته ولك؟ رأسا يبلغ عليه وياخذه لدمبلدور، وهو يشوف قدامه طائر العنقاء يحترق. دمبلدور يقول له طائر العنقاء لما يموت يحترق ويخلف واحد جديد من رماد، ويقول لك بابا لا تقوم تبكي ترى ادري بك انت بريء. وبليله راس السنه هيرمالين تكمل جرعتها السحريه، تنطق يكتين تنوم بيها اصدقاء داركو، وهيرمالين تكمل التعويذه ويشربوها، وفعلا يبدي يبقبق وجههم عبالك حاطيه على النار، ويتحولون لنفس شكل اصدقاء داركو. بس هيرمالين تطلع حاطه شعره بزونه بالغلط ويصير وجهها وجه العتوي، ولهالسبب ما قبلت تروح وياهم. يدخلون الداركو على اساس اصدقائه، وهم يسألوه على الغرفة السرية اذا يعرف عنها شيء. داركو يقول لهم غرفة الاسرار اخر مرة انفتحت قبل 50 سنة، وماتت بها شلون ابنها صاكية تقطع اسمها ميرتل، وهي خطية ماتت لانه كانت